ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كلنا تابعنا موضوع الغواصه تيتان، والغواصه اللي هي غرقت في اعماق المحيط الاطلسي، ومش لاقيين لحد دلوقتي، لحد اللحظه اللي انا بكلمكم فيها دي مش لاقيين الغواصه. طبعا ربنا يرحم كل الناس اللي كانت فيها. لكن الحكايه دي خلتني افكر ان انا اكلمكم عن دهب الاقتصاد الازرق. الاقتصاد الازرق دوت اللي هو الاقتصاد بتاع الحاجات، البيئات المائيه كلها، زي البحار والمحيطات والبحيرات، كل دي لها اقتصاد. الذهب بتاعه اللي هو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هي الطحالب. فالناس اللي كانوا في اعماق الغواصه دي شافوا طبعا كل الطحالب اللي احنا هنتكلم عنها دي، وكل الناس اللي بتنزل بتعمل مثلا سنوركلينج في الغردقه، او مثلا بتعمل الدايفنج اللي هو الغوص في الاعماق اكتر مش على السطح، بتشوف الطحالب دي بالوانها واشكالها. والطحالب بتختلف تماما عن الشعاب المرجانيه. بس احنا النهارده هنتكلم عن الطحالب. الطحالب عباره عن 3 مجموعات. ال3 مجموعات دول بيتميزوا بالوانهم. عندنا المجموعه الخضراء والمجموعه الحمراء والمجموعه البنيه. الطحالب دي بتبقى موجودة ممكن على أعماق كبيرة من البحار أو المحيطات، وممكن تكون موجودة على السطح، بس غالبا بتكون مترسبة على الصخور، لأن هي بتحتاج إن هي تكون في بعضها بتحتاج إنها بتكون بترتكز على الصخور، وبعضها بيكون موجود في أعماق البحار أو في أعماق المحيطات أو البحيرات حتى. ده بيختلف حسب ايه؟ بيختلف حسب البيئة المناسبة لكل طحلب ان هو يعيش فيها. بيختلف مثلا حسب نسبة درجات الحرارة الموجودة في المكان، نسبة الحموضة الموجودة في المكان، نسبة ثاني اكسيد الكربون، نسبة الاكسجين، نسبة الضوء حتى اللي بتدخل في العمق او على السطح. بعض الحاجات بتبقى محتاجة ضوء شديد فتبقى موجودة على السطح، بعض الحاجات بتبقى مش محتاجة ضوء اصلا فبتبقى محتاجة ظلام، فهي دي اللي بتبقى موجودة في عمق البحار او المحيطات. طبعا ده بيختلف كمان باختلاف البيئة نفسها، إذا كان هي بيئة صحراوية جافة ما فيهاش أي مية، درجة الحرارة شديدة جدا، أو بيئة مثلا مائية زي ما احنا بنتكلم النهاردة، بيئة بحرية مائية بتكون درجة الحرارة مختلفة، سواء في العمق أو على السطح درجة الحرارة بتختلف. درجة الحموضة بتختلف برضو من مكان لمكان داخل البحار أو المحيطات أو البيئة المائية أيا كانت. كمان حسب مثلا لو احنا بنتكلم عن طحالب بتظهر وقت نزول المطر او وقت جفافه، او لو في بحيرات او في ملاحات او في انهار، كل الحاجات دي بتختلف باختلاف كل الظروف المناخيه اللي موجوده فيها، بتختلف نوع الطحلب اللي يكون موجود. احنا النهارده هنتكلم عن الطحالب البحريه، زي ما قلنا دهب الاقتصاد الازرق. يعني الاقتصاد الازرق ده كله بيكون له دهب، الدهب ده هو الطحالب. ال3 مجموعات اللي عندنا بتبقى موجودة دايما في البيئات المائية: الطحالب الخضراء والطحالب الحمراء والطحالب البنية. بتختلف بقى تركيب كل طحلب من الطحالب دي. يعني مثلا عندنا في طحالب الخضراء بتبقى في طحالب شريطية، بتبقى الأوراق بتاعتها عريضة. في طحالب بتبقى رفيعة جدا، بتبقى عاملة زي الخيوط الشعرية كده. في طحالب بتبقى سبونج، يعني بتبقى اسفنجية شوية. مثلا في طحالب زي الطحالب الحمراء اللي عندنا بتكون كلسيه شويه، بتكون شبه الصخور، يعني الخلايا بتاعتها بتكون ريجد، قويه جامده كده، بتبقى صلبه. في مثلا الطحالب البنيه برضو بتبقى شريطيه او بتبقى رفيعه. يعني كل الطحالب بتبقى واخده اشكال مختلفه. حسب نوع الطحلب بنقدر ان احنا نوصف شكله والخصائص بتاعته وطريقه حياته ودوره التكاثر بتاعته ودوره حياته، والمكان اللي تكون الطحلب يعني ده افضل مكان يكون عايش فيه، او افضل درجه حراره، او افضل كل الظروف المناخيه اللي هو بيعيش فيها. بنشوف افضل حاجه ليه، نقدر نقول ان هي دي البيئه المناسبه للطحلب ده ان هو يعيش فيها. الطحالب بتعتبر اباء لكل المملكه النباتيه، لكل النباتات اللي كانت موجوده من العصور القديمه جدا واللي موجوده لحد دلوقتي. لان النباتات بشكل عام بتحافظ على التوازن البيئي، والطحالب بالذات لها خصائص مهمه في الحفاظ على التوازن البيئي والحفاظ على الغازات الموجوده في الغلاف الجوي. من ناحيه عمليه التمثيل الضوئي بتاعها بتبتدي ان هي تحافظ على توازن الغازات اللي موجوده في الغلاف الجوي في كوكبنا، كوكب الارض يعني. الطحالب ايا كان نوعها، سواء الطحالب الخضراء او الطحالب الحمراء او الطحالب البنيه، بتحتوي على كلوروفيل حقيقي. الكلوروفيل ده عباره عن ماده صبغيه اللي هو بيدي اللون الاخضر. وليه الكلوروفيل بتاعها كلوروفيل حقيقي؟ لان هي ذاتيه التغذيه الضوئيه، هي بتعمل التمثيل الغذائي الضوئي ذاتيا، بتكون مش محتاجه اي حاجه غير الضوء، وطبعا بقيه العناصر زي ثاني اكسيد الكربون والهواء، لكن مش بتبقى محتاجه مواد كيميائيه داخلها غير الكلوروفيل، وهو بيعمل لها ذاتيه للتغذيه. الطحالب دي بيبقى عندنا في منها الطحالب القابله للاكل،
والطحالب بتكون سامه. وطبعا الطحالب السامه دي ممكن نستخدمها في حاجات تانية في صناعات اخرى، لكن ما بتبقاش داخله في اي صناعه فيها غذاء نهائي. الطحالب اللي هي بتبقى ممكن ندخلها في الصناعات الغذائيه دي ممكن انها تدينا فوائد كبيره جدا، لان فوائدها من ناحيه التغذيه لسه هنتكلم عنها دلوقتي، لكن فوائدها كبيره جدا ولها خصائص غذائيه عاليه جدا. طيب احنا ممكن نتكلم بقى عن اهميه الطحالب دي في مجالات مختلفه. احنا زي ما قلنا هي ذهب الاقتصاد الازرق، فاحنا دلوقتي بنتكلم عن الطحالب الموجوده في البيئات المائيه، يعني زي البحار او المحيطات او البحيرات او اي حاجه فيها بيئه مائيه. دي لها بيكون لها اهميه اقتصاديه كبيره جدا واهميه علميه. طبعا من ناحيه الاهميه العلميه احنا ممكن نتكلم كتير، بس انا اخترت ان احنا نتكلم عن الجزء بتاع ان هي بتساعد في توليد الكهرباء، وده ممكن نشرحه بالتفصيل في فيديو لوحده. لكن باختصار ممكن نقول ان هي لان هي ذاتيه التمثيل الضوئي، هي بتستخدم ضوء الشمس فقط في انها تعمل التمثيل الضوئي بتاعها. فمجموعه من علماء الجامعه الامريكيه كولورادو عملوا دراسه على طريقه توليد الكهرباء من الطحالب. واحنا زي ما قلنا ودي ممكن نتكلم في فيديو لوحدها، لان هو موضوع مثير وكبير جدا. زي ما اتكلمنا قبل كده عن ان البكتيريا ممكن نستخدمها في توليد الكهرباء، ممكن كمان نستخدم الطحالب في توليد الكهرباء. وطبعا دي حاجه هتبقى تعتبر نقله اقتصاديه كبيره جدا لدول كتير جدا، بتكون الحصول على الطاقه عندها بيكلف تكلفه عاليه جدا، بيأثر على الاقتصاد بتاعت البلد، في حين ان هي متاح عندها الطحالب دي في البيئات المائيه بتاعتها، ومتاح عندها البكتيريا اللي ممكن ان هي تعمل منها مستعمرات لتوليد الكهرباء. فممكن ان هي تستخدم الطحالب دي، مش هتتكلف كتير عمليه بناء المستعمرات او بناء محطات توليد الطاقه عن طريق مستعمرات طحالب او حتى مستعمرات بكتيريا، ولكن هتقدر انها تحصل على طاقه نظيفه تستخدمها في توليد الكهرباء في توليد الطاقه، فهتفرق معاها جدا في الاقتصاد بتاعها. كمان الطحالب ممكن تدخل في الصناعات الغذائيه، رغم ان دي حاجه غير مألوفه للناس ان هي تتناول الطحالب، لكن في بعض الدول بدأت تتجه لان هي تتكلم عن اهميه الطحالب في التغذيه واهميه العناصر الغذائيه اللي موجوده فيها، لان الطحالب بجميع انواعها كل مجموعه بتكون غنيه مجموعه كبيره جدا من العناصر. يعني مثلا الطحالب بتكون غنيه بعنصر الكالسيوم جدا، اللي بتصل نسبته ل 168 جرام في كل 100 جرام من الطحالب. ده بيفوق نسبه الكالسيوم اللي موجوده في القرنبيط، اللي موجوده في كل الاطعمه اللي عباره عن اعشاب خضراء زي مثلا الخس او الجرجير او كل الحاجات العشبيه الخضراء. كمان هي فيها نسبه من المعادن عاليه جدا، بتفوق كل المعادن الموجوده في مختلف انواع الحليب. يعني الحليب نفسه اللي احنا بنعتقد ان هو غني بالكالسيوم او غني بالمعادن، الطحالب بتفوق كل النسب الموجوده فيه من ناحيه المعادن ومن ناحيه الكالسيوم. كمان هي بتحتوي على كميه كبيره من فيتامين البي 12 اللي هي فيتامين بي 12، اللي هو طبعا مفيد للبشره، مفيد للشعر، مفيد للاظافر، مفيد للجسم بشكل عام. وبتفوق نسبته النسبه الموجوده في اللحوم الحمراء بمعدل 25%، يعني اكبر من النسبه اللي موجوده في اللحوم الحمراء بربع النسبه. ده غير ان هم بيعتبروا مصدر نباتي غني بالبروتينات. يعني احنا لو حد عنده اي مشكله مع اللحوم الحمراء، طبعا نظرا لنسبه الكوليسترول والدهون اللي بتكون موجوده فيها، فيعتبر الطحالب هي المصدر المهم جدا له ان هو يحصل على البروتينات من غير ما ياثر عليه باضرار اللحوم الحمراء. كمان الطحالب تعتبر من الكائنات الغنيه جدا بالمواد المضاده للاكسده. المواد المضاده للاكسده دي يعني بتستخدم في حاجات كتير جدا في الاغذيه طبعا، ولكن دلوقتي بقينا نتوجه ليها في صناعه الميك اب او ادوات التجميل، لان لها دور كبير في يعني الحفاظ على البشره من تقدم العمر ومن الشيخوخه، الحفاظ على نضاره البشره. علشان كده في بعض الشركات دلوقتي بتستخدم الطحالب ومستخلصاتها في مواد التجميل، في الكريمات للبشره، في بعض السيرمز اللي بتحافظ على البشره من تقدم العمر ومن الشيخوخه. كمان المواد المضاده للاكسده دي بتساعد الجهاز المناعي، بتعمل وقايه للجسم من الامراض السرطانيه ومن الامراض المناعيه بشكل عام، لانها بتقوي الجهاز المناعي وبتحافظ عليه. كل دي فوائد للطحالب، ونقدر ان احنا نستخدمها في الصناعات الغذائيه، وهتفرق معانا كتير في الاقتصاد، لانه لو ما بنعتمد مثلا على اللحوم بس او على الدواجن بس، دي بيكون لها اضرار. يعني احنا عارفين ان كل حاجه بتمشي على الارض لها اضرارها من ناحيه الكوليسترول والدهون في جسم الانسان، بتكون مش هي احسن حاجه الانسان يحصل على غذائه منها. لكن مثلا الطحالب بتكون غنيه باليود الطبيعي،
ودي طبعا حاجه يعني سبحان الله، انه احنا مثلا لما بنكون واقفين على بحر او واقفين في محيط حتى او في مكان بحري، بنحس بريحه اليود. ريحه اليود دي لان الكائنات اللي موجوده في البحار بتكون اغلبيتها غنيه باليود. الطحالب من اكتر الكائنات اللي موجوده في البيئات المائيه غنيه باليود الطبيعي، واليود مهم جدا للانسان. تناول جرام واحد من اليود بيكفي لتغطيه الاحتياج اليومي للانسان من اليود. زي ما احنا عارفين ان اليود له فوائد كتير جدا لصحه الدماغ، لصحه الغده الدرقيه اللي بتبقى مسؤوله عن حرق السعرات الحراريه والتمثيل الغذائي للانسان داخل جسم الانسان. كمان الطحالب البنيه بنلاقي ان لها فوائد كتير جدا في خفض ضغط الدم عند الانسان، وفي الحفاظ عليه من الجلطه الدماغيه، لان ضغط الدم ممكن ياثر على الجلطات في الدماغ، فهي بتحافظ على ضغط الدم منخفض. سكان جزر اوكيناوا يعتبروا من الشعوب المعمره، لان هم بيستخدموا او بيعتمدوا على الطحالب في الوجبات الغذائيه بتاعتهم. والطحالب زي ما قلنا ان هي بتعمل انخفاض لنسبه الكوليسترول والاحماض الامينيه الموجوده في الاطعمه، واللي هي بتكون مضره جدا للقلب. عشان كده يعتبروا سكان جزر اوكيناوا هم من الشعوب المعمره في العالم. الطحالب كمان ممكن تساعد لو حد بيعمل دايت، لو حد عايز ينقص في الوزن، بس طبعا الحاجات دي لازم تكون بمساعدة طبيب. يعني محدش ان هو يروح ياخد اي جرعات من الطحالب، لان دلوقتي في شركات بتبقى عاملة المنتجات دي في علب او في منتجات يعني غذائية متاحة. لكن لو حد مثلا بيعمل حاجة طبية لإنقاذ الوزن، ما يستخدمش الطحالب ويبعد عن الاستشارات الطبية او يبعد عن تناول الدواء. لا طبعا ده غلط جدا، لازم ان هو يكون بمساعدة طبيب وباستشارة طبيب. لكن احنا بنقول الفوائد اللي موجودة فيها واللي فعلا العلم والطب بيستخدمها دلوقتي في علاجات انقاذ الوزن، او في اي حد بيكون عايز يعمل دايت علشان يحافظ على وزنه. لان الطحالب لها قدرة عالية جدا في تخفيض امتصاص الدهون. يعني انا لو تناولت مثلا 100 جرام من الدهون مع الاعشاب البحريه طبعا الطحالب البحريه، احنا كل ده بنتكلم عن الطحالب البحريه. لو اخدت 100 جرام من الدهون مع اعشاب بحريه، بتخليني امتص 25% بس من ال 100 جرام ده، يعني 25 جرام بس. كمان الطحالب بتعمل على تثبيط، يعني اضعاف الانزيم بتاع الهضم اللي هو اللايبيز، وبالتالي بيبقى الهضم بطيء. بيبقى بيضعف الانزيم دوت علشان يقلل من امتصاص الدهون في الجسم. وزي ما احنا قلنا انه الطحالب بتبقى فيها نسبة كبيرة من اليود، فبتساعد على تنشيط الغدة الدرقية اللي بتساعد على حرق السعرات الحرارية بشكل اكثر كفاءة. لكن طبعا ده لازم يكون تحت استشارة طبيب. ولما بنستخدمها في الدايت او في انقاص الوزن، بنلاقي ان هي لها مفعول مماثل للادويه بتاعت السمنه، ولكن بدون الاثار الجانبيه بتاعت الادويه. برضو نرجع نقول ان دوت لازم يكون تحت اشراف طبيب، لان مش كل الطحالب بتصلح لكده. فزي ما احنا شايفين الطحالب احنا ممكن نستخدمها في الصناعات الغذائيه، ممكن نستخدمها في صناعه ادوات التجميل، ممكن نستخدمها في صناعات توليد الطاقه وتوليد الكهرباء، ممكن نستخدمها في مجالات كتير جدا في حياه الانسان. هتفرق معاه كتير جدا في الحياه الاقتصاديه بتاعته، هتفرق معاه كتير في صحته، كمان هتفرق معاه في الطفره العلميه، لان احنا في الحاله دي بندور على حاجه بديله لكل الحاجات اللي ممكن بتضر الانسان، زي مثلا اللحوم الحمراء او اللحوم اللي بترفع له الكوليسترول او بتزود الدهون عنده. علشان كده يعني عالم الطحالب دوت عالم كبير جدا. العلماء سموه ذهب الاقتصاد الازرق، علشان بنقدر نستفيد منه في حاجات كتير جدا، وهو متوفر في البيئات المائيه. والحصول على الصناعه الغذائيه منه، او صناعه مثلا تجميل او صناعه توليد كهرباء، بيكون متاح جدا، وبيكون سهل ان انا احصل على الحكايه ديت باقل تكلفه وباقل ضرر من الاثار الجانبيه لحاجه زي كده. طبعا الفوائد الطحالب لو قعدنا نتكلم عنها في 100 فيديو مش هنقدر ان احنا نقولها كلها، لان احنا كل يوم العلم بيكتشف حاجه جديده بنقدر ان احنا نستفيدها من الطحالب، سواء كانت الطحالب الخضراء او البنيه او الحمراء، ايا كانت نوع الطحالب، سواء حتى الموجوده في البيئات المائيه او الموجوده في بيئات اخرى. احنا النهارده بس بنتكلم عن الطحالب الموجوده في البيئات المائيه، لكن في طحالب بتبقى موجوده في بيئات اخرى، سواء بيئات صحراويه او بيئات استوائيه حتى، بتكون لها فوائد كبيره جدا للانسان، سواء على مستوى الصناعات او على مستوى صحه الانسان وغذائه. يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم واستفدتوا منه. ويعني يا ريت اللي يشوف مثلا الطحالب موجوده على
ممكن على الشط بتاع البحر، لو مثلا انتوا في بلد فيها بحر ساحليه، يعني مثلا بورسعيد او اسكندريه او كده، هيلاقي الطحالب دي موجوده على الصخور بتاعه الشط بتاع البحر بتاعه. يعني مثلا هيلاقي فيه طحالب خضراء كده، هيلاقي فيه طحالب بنيه، يمكن الطحالب الحمراء ما بتبقاش ظاهره قوي. طبعا لو حد راح مثلا الغردقه او شرم الشيخ او دهب او كده، ممكن ان هو يشوف برضو على الشط على الصخور الالوان الطحالب بتختلف طبعا حسب اختلاف البلد وحسب اختلاف البيئه ودرجه الحراره زي ما قلنا، فممكن يلاقي طحالب باشكال وانواع تانية. لو كان حد شاف حاجه زي كده فعلا او اتعامل مع حاجه زي كده، يا ريت يقول لي في الكومنتس على الفيديو على اليوتيوب او حتى على الفيسبوك لو انتوا بتشوفوا الفيديو على الفيسبوك. لو حد شافها، حد صورها، لان هي بتبقى حاجه جميله من ناحيه الشكل والوانها دي. سبحان الله، حاجه ابداع الخالق، يعني انه بيبقى اللون ده موجود، بيبقى عامل شكل جميل جدا وعامل سحر كده للونه على الميه. انا طبعا اشتغلت في رساله الدكتوراه بتاعتي اشتغلت بجميع انواع الطحالب دي بجميع الوانها، وكانت لونها ساحر جدا وكانت جميله جدا، لدرجه ان انا محتفظه ببعض الصور بس علشان هي كان شكلها حلو وكان لونها حلو، فمحتفظه بصورها ومحتفظه ببعض العينات منها، لان شكلها جميل جدا وجذاب يعني. فلو حد كان شاف حاجه زي كده، يا ريت تشاركنا ويقول لنا رايه فيها ايه، ولو معاكم صور ليها ممكن تشاركوني بالصور اللي انتوا تصورتوها او اللي انتوا صورتوها في المكان اللي انتوا شفتوا فيه الطحالب دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ويا رب يكون المحتوى بتاع الفيديوهات اللي فاتت بيعجبكم. ولو في حاجه عايزين نتكلم عنها، عن البكتيريا، عن الطحالب، عن الفطريات، احنا كنا سالنا سؤال على الصفحه على الفيسبوك وطلبتوا ان احنا نتكلم عن الفطريات، انا مش ناسياه، بس طبعا عشان موضوع الغواصه تيتان دوت، يعني بدرنا بان احنا نتكلم عن الطحالب اللي موجوده في اعماق البحار او اللي موجوده في اعماق المحيطات او في البيئات المائيه بشكل عام، علشان الحدث ده. بس حبيت ان انا اكلمكم عن حاجه موجوده في المكان اللي حصل فيه الموضوع ده. حبيت اقول لكم ان الناس لما بتنزل تحت بتشوف ايه من ابداعات الخالق. وطبعا انا مش ناسيه موضوع الفطريات، ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن الفطريات، هيكون عن فطر احنا كلنا عارفينه، بس يمكن بعضنا ما يعرفش ان هو الفطر دوت هو اللي انقذ البشريه، لان هو اللي عمل لنا اهم واقدم مضاد حيوي في حياتنا. فاسيبكم تفكروا ايه هو الفطر ده، وان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم عنه. ولو انتوا معايا على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب للقناه، وممكن تدوسوا على الجرس علشان يجيلكم كل جديد على القناه. ولو انتوا على الفيسبوك، ممكن ان انتوا تعملوا لايك للصفحه لو بتشوفوني لاول مره ومش مشتركين عندي. ممكن كمان ان انتوا تدخلوا على اللينك بتاع اليوتيوب، هتلاقوه في الاباوت او في عن الصفحه، اللي هو بيبقى موجود في التابه بتاعت عن الصفحه، هتلاقوا اللينك موجود. ممكن تدخلوا على الشانل بتاعت اليوتيوب وتعملوا برده سبسكرايب او متابعه علشان تتابعوني اول باول بكل الفيديوهات اللي بنزلها. ومستنيه رايكم طبعا في محتوى الشانل لما تعملوا متابعه او سبسكرايب. شكرا لكم.